كنت بقى في ايطاليا يا شيف، قعدت حوالي 10 ايام في ايطاليا. عارف انت كل بلد كده بتبقى ليها مميزه باكله معينه. طبعا كده. فهم طبعا بيقول لك الطليان بتوع البيتزا معجنات طبعا، بس طلعت دي معلومه غلط. عايز اقول لك ان المكرونه هم اشطر ناس بيعملوها الطلاينه، بس مش هم اللي عملوها. في مقوله بتقول ان هي في بلاد الرافدين من 1700 سنه، انما الحقيقي الله علمها روايه علم المكرونه دي مش معروف، بس هم عارف اشهر ناس بيعملوها الطلاينه. تاكل الطلاينه بقى، كان في شيف هناك كده بينزل يفضي لك طبق المكرونه قدامك، بيحط لك فيه حوالي 100 جرام. ال 100 جرام دي كانت بتوجع قلبي قوي، لان كانت المكرونه ب 15 يورو ب 20 يورو، فالطبق ده ال 100 جرام دول وجعوني. فاول ما رجعت من ايطاليا خدت قرار ان احنا لازم نهندس على المكرونه. ما تيجي نهندس على المكرونه؟ يلا بينا نهندس على المكرونه. بص بقى يا شيف، طلعنا بيعملوا مكرونه يا فوتوتشيني يا بنه، احنا عملناها فوتو درازي. أيوة. بص المكرونه عامله ازاي، بص عليها، دي هاند ميد. دي طبعا دي هاند ميد طبعا، معموله بالعجينه بالبتاع. وبعدين ايوه يعني ايوه قول لي ملاحظات. كلتها كتير وايت، كلتها ريد صوص، لكن ده صوص جديد، ده صوص بني. ما تحكي لنا الصوص ده ايه؟ صوص بني. ايوه، ونيش جزم بني يا شيف، مالكش دعوه بالاسرار يا شيف. لا لا، دوق كده يا شيف، دوق كده، شوف العصبه. لا والفراخ مشويه طعمها حلو قوي. هي دي الهندسه. بص الفراخ، بص الفراخ. لا دي الفراخ كمان. وبعدين تقطيعه الفراخ بقى دي تاكلها ازاي؟ انت لازم تديها الصوص البني ده كده، وتبدا كده. تحفه، عظمه. هندسه الطلاينه هندسه، عظمه يا شيف، عظمه. دوق بقى العيش بالصوص البني ده كده. بص بقى، بص الصوص انت اكلته من هنا عمل ازاي، بص هنا بيقرمش. لا شرب الصوص، فكانت النتيجه كده. زي ما في حضرات في براءات اختراعات. الله ينور. يلا بينا. الله ينور يا هندسه. انا عايز اقول لك حاجه، انا دي من احب الاكلات لقلبي، انا حضرت فيها دكتوراه. يعني انا الاسبان بقوا بيجوا ياكلوا البايا من ايدي. الجبنه الرومي دي بطاطس بالملح. يلا بينا عشان نوري الناس الهندسه. يلا بينا. اسمع كده عيش عامل ازاي.